السلام عليكم. الحقيقه الفيديو ده اتاخر كتير قوي، الواحد ما كانش عارف يقول ايه ومش عايز اطلع اقول كلام مكرر متقال، يعني كلام على الموسم الكارثي للنادي الاهلي السنه دي. بالمناسبه الفيديو ده بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي احنا كسبنا فيه 3-0، بس ده يعني لا يغير من الحقيقه في شيء. الحمد لله وكل حاجه، بس كان فين هواك يا حبيبي من بدري؟ كان فين على راي ايمن الكاشف؟ حاجات مالهاش لازمه خلاص يعني، او يعني كان من بدري، انما دلوقتي خلاص عادي. ايه يعني؟ انا بس كل الفكره ان انا رزيت الزمالك بس شويه كده، عكرت صفو الدوري عليهم وبس خلاص، شكرا. لما بالنسبه لنا احنا بقى كل الكلام اتهرس واتقال كتير قوي في برامج والناس بتوع اليوتيوب والبودكاست، كل الكلام ده اتقال وانا معايا، انا موافق عليه كله. بس في حاجه كده، كل حاجه حصلت في الموسم غلط. انا عمري في حياتي ما شفت الاهلي بهذا السوء وبهذا العجز وبكم المصايب والفضايح اللي طفحت الموسم ده يخلينا نقول ان في حاجات كتير قوي مش مظبوطه. كل المنظومه غلطت كلها بلا استثناء، ولاول مره. كنا قبل كده بنلوم لعيبه، بنلوم مدرب، كل حتى الراجل بتاع التعاقدات. احنا مفيش، احنا بقينا غلابه قوي من اول مجلس الاداره وشويه التعاقدات على كانوا مدربين. يعني اللعيبه يعني كان عندي تحفظ على بعض الناس، وبعض الناس لا عادي تمام. يعني انا ما كنتش ضد ان احنا نجيب زيزو، ما كنتش ضد تريزيجيه. بن رمضان كان كويس قوي فتره الترجي، بعد كده ما كانش كويس بس جبته ماشي. كل الناس كانت متخيله ان انت الميركاتو اللي جبته ده او الفريق اللي انت عملته ده اللي هيتعادل معاك، اللي هيخسر منك 3 بس ده كسبان، وكنا متوسمين خير. الغلط بدأ من مجلس الإدارة، بإنه الغلطة اللي انت ما كملتش بعماد النحاس. قلت لا انا عايز مدرب اجنبي لكاس العالم، وجبت لنا الباشا ريبيرو. حصل اللي حصل. بعدها بتغلط الغلطه ان انت تمشي ريبيرو وتجيب هذا الايه. انا مش قادر انطق كلمه مدرب، مش مدرب ده اي حاجه تاني. فده اختيار كان غلط. الكارثه الاكبر اللي كتب عقده ده لازم يتحاسب في ميدان عام، لان هو السبب ان احنا مكملين بيه لحد النهارده. وانا بقول ويا عالم ده هيمشي امتى؟ يا عالم هنعرف نمشيه بعد الموسم ما يخلص، ولا هيتنح معانا لحد اول الموسم الجديد زي ما عقده مكتوب فيه؟ ده غلط اداره. في غلط لعيب. انا شفت الاهلي زمان قبل كده برضو كان معانا مدربين مش قد كده، بس كانت اللعيبه عندها نخوه. احنا افتقدنا النخوه، افتقدنا ان احنا نلعب للفريق، افتقدنا ان العيال دي تسترجل. العيال دي مش رجاله بلا استثناء، انا ما بستثنيش حد فيهم خالص، ولا عايزين يلعبوا لنفسهم حتى. يا عم العب للشهره. انا واخد القرشين بتوعي خلاص مش هلعب، او باصص لغيري واخد كام ابتدي اقول بقى انا عايز زي فلان وعايز زي علان والدنيا تبوظ. اللي واخد فلوس كتير واللي واخد فلوس قليله كله في الاخر زفت، مفيش حد بيعمل عليه. في افتقاد نخوه ورجوله بشكل مش طبيعي الموسم ده من كل الناس، والحظ مش هيدي غير اللي يستاهله طبيعي. وانت بالمنظر ده واللعيبه دي والروح الانهزاميه دي وغلطات الجهاز الفني وغلطات مجلس الاداره، الكومبو بقى المتجمع ده كله، انت عايز تكسب ليه؟ وجات لك كذا فرصه وضيعتها. هدايا بتجيلك وبتضيعها. خيرها لسه انا والزمالك اتعادل مع انبي، رحت بلعت 3 من بيراميدز. ده مش فريق عايز يكسب، ده فريق مش فارقه معاه اصلا. اللعيبه مش فارق معاه، غير بقى هبوط المستوى اللي شفناه من كل الناس. يعني هبوط مستوى من كل الناس اللي جت دي. مفيش حد بيلعب، مفيش حد في همه النادي، مفيش حد همه اسمه. تيشيرت النادي ده بالنسبه له عادي، ما تعادل طب ما اخسر. كل الموبقات اتجمعت الموسم ده. ومش هقول بقى تعليمهم الزمالك عمل ايه؟ كان جايب مدرب مؤقت كمل بيه، وماتش جاب ماتش، و3 نقط جابوا 3 نقط. الجمهور موجود بتاع ساند وقرب وخلاص. يعني النهارده عادي شال 3 من الاهلي، فاضل ماتشين والدنيا تمام. يعني هياخد الدوري ويستاهل الدوري. احنا ما نستاهلش. احنا ربنا مش كارم، في حاجه مش مظبوطه. ربنا مش هيكرم حد غير لما يكون عامل اللي عليه. مفيش حد عمل اللي عليه، احنا نستاهل اللي احنا وصلنا له. بس في ثابت وحيد، جمهور الاهلي اللي ما قصرش وما بيقصرش. ساعات بيهاجم وساعات بيشتم وبيغلط. ما هنعمل ايه يا جماعه؟ ما هو مش انتوا بتلعبوا عشان مين؟ يعني المفروض احنا عشاننا، يعني عشان الكوره دي للجماهير، فانتوا بتلعبوا عشاننا عشان احنا ننبسط ونفرح. فلما بنلاقي في تخاذل ولاعيبه مش عايزه تلعب ولاعيبه ما بتهنش نفسها واللعيبه مش رجاله، طبيعي خد رد الفعل ده. زي ما بنشيلك على الراس لما بتأدي وتبقى كويس وشاطر وجميل وبتموت نفسك عشان التيشيرت. الجمهور هو كان وسيظل الثابت الوحيد في هذه المنظومه. كمان 5 سنين ممكن ما تلاقيش ولا واحد من الناس دي موجوده، ولا واحد في المنظومه دي كلها يكون موجود. ممكن يكون كله اتغير، لعيبه وجهاز فني ومدربين ويمكن مجلس اداره كمان.
ممكن ما تلاقيش حد. هتلاقي مين بقى؟ لا جمهور. تحية احترام وتقدير واجلال لهذا الجمهور العظيم على كل حاجه بتتعمل، كل مسانده وكل دعم مهما بيحصل. الجمهور بيروح وبيساند ويقول يعني يلا عندنا امل فيكم، وانتوا ما فيش، بس يعني انا بعمل دوري، انت ما عملتش دورك بس انا لسه ستيل بعمل دوري. يعني مثلا اهو انا كانت لي هديه من الزمالك في ماتش امبي لما تعادل، وانا رحت البيراميدز خسرت 3، والماتش بتاع اللي بعده الزمالك لو كان من شويه تذاكر خلصت في اقل من ساعه. الجمهور راح ملارست يعني خلاص هي خلصت يا باظ، لا اروح اعمل اللي عليا، انا دوري اروح اشجع. رحنا وكان ليه مفعول السحر، يعني هو الجمهور هو ليه مفعول السحر لاي فريق يعني عامه. يعني ايه الحل السنه الجايه؟ مش عارف، لازم في غربله لحاجات كتير جدا جدا جدا. لا غربله واعتراف باخطاء، كل من هو غلط في حاجه ده لازم يتحاسب ويمشي. لو ما حصلش حساب، ولو فضلت زي ما هي، وفضلت النوايا زي ما هي، وفضلت العقول زي ما هي، وفضلت كل حاجه زي ما هي، مش هيحصل حاجه. ما وعدكش ان احنا هنتغير وننزل السنه الجايه بقى نرجع زي ما كنا، مش هيحصل. ونجيب ناس فعلا بتعرف تدير، وناس فعلا قلبها على النادي، وناس فعلا عايزه تعمل حاجه للنادي ولنفسها. ساعتها اقول لك ممكن يبقى في امل ونخلص النوايا، فربنا هيكرم وهنرجع تاني وهنلعب. ماتش زي النهارده بتاع الزمالك ده ايه اللي حصل اصلا؟ هو دي الفرقه اللي من يومين 3 ايام خسرت شالت 3 من بيراميدز، دي اللي اتعادلت مع سيراميكا، دي اللي خسرت من الترجي على ارضها بتاعت افريقيا. موسم صفري يعني كارثي. احنا طلعنا بمواسم صفريه قبل كده، بس الموسم ده استثنائي، ده للتاريخ، ده مش هيتنسي. هسميه موسم تورو على دماغه ودماغ اللي جابوه. اتمنى ان يكون تغيير بجد. الدوري ده راح خلاص، مبروك على اللي هياخده، زمالك بيراميدز بقى اي حد. انا خايف على الموسم اللي جاي، انا مش خايف والله، انا خلاص ما ده انا رامي توبته ورامي الفوطه من زمان جدا. انا خايف من اللي جاي، انا خايف ان احنا نرجع ننسى وهي نفس الوشوش وهي نفس الاشكال، وترجع ريما عادتها القديمه. يعني شلت احمد جبت الحاج احمد. لو ما فيش كل واحد اتحط في مكانه وتعاملته على ان النادي ده يستاهل احسن كواليتي في كل حاجه في الدنيا، نعيد الموسم ده تاني. يعني اتمنى، دي رساله يعني، اتمنى انها توصل، او يكون الناس عندهم الرؤيه دي، ان هم فعلا يغيروا بجد ويجيبوا الكفاءات اللي بجد. كفايه الجان بقى اصلا، يعني هو كفايه اللجان بوظت لنا الدنيا. مش عايزين نظلم، يعني بلاش ظلم، بلاش نظلم ناس. انا شايف ان في ناس اتظلمت في النادي ويمكن ده ذنبها. شايف ان علي معلول واحد من الناس اللي اتظلمت في النادي. شايف ان كابتن محمد رمضان حد من اللي اتظلم. انا في ناس كده معينه كويسه وبتعمل حاجه وبتحاول، في ناس بتحاول تبعدها. كفايه ظلم الناس، كفايه ظلم الكفاءات، وكفايه طبطبه، وكفايه مصالح، كفايه اهل الثقه. يعني خلاص ريحته فاحت. اتمنى ان احنا نرجع تاني الاهلي اللي بيخوف الدنيا كلها، عشان احنا نستاهل كده، جمهوره يستاهل ده. عندي ثقه كبيره ان شاء الله كده كده نرجع، بس لما نرجع احنا هندوس، مش هنرحم. احنا استحملنا كتير قوي السنه دي، فاحنا مش هنرحم حد. ويا ريت بقى كل واحد قال كلمه يفضل فاكرها: لا تخافوا ولكن احذروا، وان عدتم عدنا. السلام عليكم.